اليوم بغينا نهضروا في واحد المسألة مهمة بالنسبة لأي واحد عنده الكرش، بالنسبة لأي واحد عنده دهون وما بقاش راضي على الجسم ديالو، لأنه كاين واحد الخطأ كبير كيطيحوا فيه الناس، وهو الفرق ما بين أنك تخسر وزن والفرق ما بين أنك تخسر دهون. وهنا فين كيكون الخطأ شامل، يعني اللي دائما الناس كيمشيو ليه واللي كيطيحوا فيه وكيلقى راسهم في الآخر طيحوا، ولكن ما خسروش دهون، خسروا فقط وزن. شويه ديال الدهون كيدخلوا في ديبرسيون ويرجعوا ياكلوا اكثر من الاول، وبعد المرات كتكون عندهم حتى عوارض صحيه، وبعد المرات كيفشلوا دائما في الطريق. فلانك ما فهمش هذه المساله، ولان هذه المساله هذه دائما فيها واحد، يعني دائما فيها واحد النقص في الشرح في السوشيال ميديا. اليوم غادي نحاولوا نوضحوها. الا عندك دهون اجي تفهم الفرق، راه الغايه ديالك ماشي هي فقط طيح الوزن، الغايه ديالك تحيد الدهون الا باغي توصل لواحد الحاله ديال جسديه جميله، وفي نفس الوقت توصل لحاله صحيه مزيانه، وانت غتفهم الفرق. لان هذا هو اكبر خطا كيطيحوا فيه الناس، خصوصا اللي ما كيكونش مرافق بواحد الشخص وكيمشي يتاخذ واحد القرار اللي حنا غادي نهضروا عليه، واللي كيكون في الاخر هو كيدمروا اكثر ما كيعاونوا، واخا يكون كينقص في الوزن. ان شاء الله يكون هذا هو الشرح الفيديو، الفرق ما بين انه تخسر الوزن وما بين انه تخسر الدهون. لان الخساره ديال الوزن كتعتمد على طريقه واحده، بينما خساره الدهون فهي عوامل كثيره، مستحيل تكون كتعتمد على نمط واحد او لا على مساله واحده. يعني هذه القضيه نشرحها في الفيديو اليوم باش تسالي فاهم، وباش تسالي عارف كيفاش غادي دير وشنو هي الاشياء اللي تقدر تحققها باش انك تخسر الدهون، خصوصا في الكرش ديالك، خصوصا في الارداف، وتولي في حياه صحيه جسديه جميله بجوج. لانه في الحاله ديال فقط تخسر الوزن تقدر توصل لحاله صحيه اللي انت اصلا يعني ما كنتي في حاله احسن منها في الاول لما بديتي. فلذلك قبل ما ندور الفيديو فقط للتوضيح، انا غنطرح لك الزبائن ديالي، وهادو الناس اللي خدمت معاهم اللي كيوصلوا للاهداف ديالهم، وانت غير مطالب. هذه خصوصا بالنسبه للناس اللي كيراسلوني في انستغرام ولا فيسبوك، او اللي كيصيفطوا لي هنا في الكومونتير على طريقه العمل والكيفيه، بحكم الخبره، بحكم يعني اننا خدمنا مع بزاف الناس، فلا باس. بالنسبه للانسان اللي مهتم يقدر يراسلني غير في mazin.coaching@gmail.com، غتوصلوا الطريقه ديال العمل بصفه كامله وشامله، وديك الساعه كانت الامكانيه وكانت مقاعد بيناتنا على الراس والعين، غادي نخدموا ان شاء الله ونوصلوا للهدف. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش قدره ماديه وهو غير مطالب يخدم معايا ولا مع اي شخص، ربما بغى يمشي لراسو وعنده نقص في المعلومه، فانت القناه هنا عندك مجانيه. الا ما عندكش امكانيه ماديه انك تكون عندك في واحد الانفستيسمون، فانفيستي في وقتك. يعني غتدخل الفيديوهات، غتهز ورقه وستيلو، غادي تكتب، غتحضر كل شيء، وغادي تقدر انك تمشي في الطريق ديالك. يعني المجاني انا حاطو لك هنا وعطيك معلومات كتخلص في جويخره، عطيها لك مجاني على القناه، اكثر من 129 فيديو. استمتع مع راسك، ولكن راه الانسان العاقل اذا ما غينفيستيش فلوس غينفيستي وقت. ما يمكنش الانسان يجلس ويتغير، خاصو ياخذ قرار، لا اقل ولا اكثر. فندخلوا في الموضوع ونشرحوا المساله. اي انسان غتلاحظ انه لما كيبغي يطيح، شنو التفكير اللي كيجي لراسو؟ كيركز على الوزن. الوغ كيقول كان كياكل 4 المرات اولا كان كياكل 3 المرات، كيولي ياكل مره واحده في النهار ولا 2 مرات في النهار، كينقص. ربما كيحيد الخبز، ربما كيحيد الروز، ربما كيحيد البطاطا، ربما كيحيد مصادر الكربوهيدرات كامله، كيبدا يجري تقريبا كل نهار هنا، وكينقص القيمه ديال الماكله بواحد الصفه كبيره. يعني مثلا نفترض هو خاصو واحد المجموع ديال 2000 سعره حراريه في النهار، كيقدر يوصل مباشره انه كياكل واحد 1000 اولا كياكل واحد 900. علاش؟ لانه هو كيفاش كيجوجي انه غادي مزيان، انه كيطيح الوزن. شنو كيوقع فعلا؟ يعني في 3 الاسابيع الاولى كيقدر يطيح واحد العدد ديال الكيلوات اللي كبير بواحد الصفه اللي كبيره. ولكن واش هذا دليل على انك طيحتي دهون؟ تماما، هذا تماما خطا. الاحتماليه ديال انك طيحتي دهون اولا جد ضعيفه، والاحتماليه الثانيه انك بديتي كتخرب في صحتك جد كبيره، والاحتماليه ديال الفقدان العضلي جد كبيره. انا كتبت لك كاع النقاط باش ما نضيعوا حتى حاجه. ملي كتجي انت تحيد الكربوهيدرات من الماكله ديالك بصفه كبيره وكتنقص القيمه ديال الماكله بصفه كبيره، اول حاجه خاصك تعرفها شنو هي؟ انه حنا في العضلات ديالنا الطاقه ديالنا معتمده على داك الجلايكوجين اللي كيدخل العضله. حنا غنبسطوا، انت ما تديش على الكلمات العلميه، خذ تبسيط. هذا الجلايكوجين كل غرام لما كيدخل العضله ديالنا تقريبا كيدخل معاه 3 غرام د المياه. هذيك 3 غرام د المياه كتكون محمله، يعني بمواد القيت اللي غادي تفيد الجسد ديالنا، اللي غتخلي العضله في واحد القدره يعني على التطور الى جانب التدريب ديالك. فلما انت كتجي وتنقص الماكله تدريجيا كتنقص المنسوب ديال الطاقه في العضله. يعني لما كينقص المنسوب ديال الطاقه في العضله، الاحتماليه ديال البناء العضلي كتضاعف بشكل مباشر، الاحتماليه ديال دخول مواد مرافقه في ديك المياه اللي حنا غادي نعتمدوا عليها، اللي منها معادن ولا فيتامينات، كتنقص بصفه كبيره. فشنو كيوقع هنايا؟ كتدوز لواحد المرحله ديال الضمور العضلي، لان الجسم النقص ديال الطاقه عنده حاد والنقص ديال الطاقه عنده كبير، والكتله العضليه فهو ما عنده ما يستافد بها. لان اولا النسبه ديال يعني المواد المعادن والفيتامينات وديال الكربوهيدرات اللي غتخلي العضله فيها واحد الولوج المياه نقصات بصفه كبيره، فالنسبه الطاقه هنا كيولي يقدر انه ياخذ لك كذلك من العضلات ديالك، وكيتم الهدم ديال واحد القيمه عضليه. هذا جد مهم، لان لما كتفقد واحد القيمه من الكتله العضليه ديالك، وهذه من الاسباب انك كتخسر الوزن بصفه كبيره في الاول،
فمستحيل انك تبقى تستمر في الحرق ديال الدهون، لان الحرق ديال الدهون كيعتمد على انه العضلات يكونوا خدامين بواحد الطريقه جميله، يكونوا خدامين في واحد المحيط اللي هو جيد، والنقص يكون تدريجي. فهنا كتعطي الفرصه في العضلات تطور وانك تخسر دهون. بينما لما انت كتجي في هذه المباشره وتحيد الماكله بصفه كبيره وتجوع راسك بواحد الصفه كبيره، فهنا كتدف واحد الفقدان عضلي، خساره الجلايكوجين من العضلات، يعني خساره نسبه المياه كبيره من العضلات. الور هنا موراها كتبقى تكون في واحد الخساره عضليه. ثالث حاجه كتقدر توصل لها كذلك هو انه كتكون عندك واحد اللخبطه كبيره في الهرمونات، نظرا للنقص يعني ديال الكتله العضليه، نظرا لنقص هذه المواد يعني ديال الطاقه، كتقدر توقع لك حتى مشاكل في الهرمونات ديال الغده الدرقيه اللي هي مسؤوله على الايض، مسؤوله على الميتابوليزم ديالك اللي هو الهرمون ديال التيفور في الغده الدرقيه. كذلك مستوى التستوستيرون ديالك كتقدر تنحدر بواحد الصفه اللي كبيره، ومستويات الكورتيزول كتعلى بصفه كبيره. ولما كتعلى مستويات الكورتيزول يعني هنايا الكورتيزول كيمشي للمستقبلات ديال التستوستيرون، يعني في واحد المراحل كيخلي ان يكون عندك هدم عالي، وهنا فين كتوقع لك داك الهدم العضلي. فهاد العوامل كامله كتدخل الجسم في واحد حاله عاليه ديال ستريس، فين كتكون لخبطه هرمونيه، فين كتكون خساره عضليه، فين كيكون فقدان مياه بصفه كبيره. لان انت ملي كتحيد داك الكربوهيدرات بصفه مباشره سواء كانت سيئه او جيده، ماشي هذا هو الموضوع، حنا غنشرحوه في الباقي ديال الفيديو، فانت كتخسر واحد الكتله ديال المياه عاليه. اش كتفرح في دوك 3 الاسابيع الاولى لانك كتشوف الوزن هبط بزاف، ولكن هنا السؤال بسيط، انت خسرتي وزن كبير، خسرتي 10 كيلو نفترض حنا في 3 السيمانات او 4 السيمانات. واش هذا الوزن كان كتله دهنيه؟ لا، كان معظم ديالو مياه، كان شويه منه دهون وشويه منه عضلات. وهنا كتنقص، وهذا النقصان المفاجئ كيخلي واحد النقص حاد عندك في الفيتامينات والمعادن، لا قدر الله راه كيقدر يوصل حتى الحجر في المراره في الناس اللي كتشوف واحد الصفه حاده بصفه كبيره. وفاش كيكون عندك نقص في الفيتامينات والمعادن، خصوصا وحنا بالماكله ديالنا الاصليه واخا تكون مزيانه ما كنوصلوش للقمه ديال الفيتامينات والمعادن، فالانزيمات اللي هي الاساس ديال العمل ديال العضلات ديالنا في الوسط العضلي هي كتغذى وكتعتمد على المعادن والفيتامينات في العمل ديالها. فكتوفر الجسم ديالك جميع العوامل باش انه يطيح الوزن، ولكن باش انه يتخرب صحيا ويدمر عضليا. يعني هادشي اللي بنشرح لك. الطريقه المثلى لخساره الوزن هي انك تنقص الماكله بشكل مباشر، انك تولي تاكل قليل، انك تجوع راسك، انك تجري يوميا، متفق معك. ولكن واش هذا هو الاختيار الامثل؟ هذا هو الاختيار الابسط والاسهل، لان كيخليك انت مرتاح في الرؤيه ديالك الوزن انه كيهبط. ولكن اش كيوقع موراها؟ لما كطيح الوزن كتلقى ان الكرش مازال مدليه، كتلقى ان الارداف مازال متواجدين، كطيح في ديبرسيون، كتقول انني فشلت، انا كنت غادي مزيان. انت راه ما كنتيش غادي مزيان، غير خسرتي واحد القيمه ديال المياه عاليه، كتقول كنت غادي مزيان، دابا فشلت، ما بقيتش قادر نتقدم. فين نتقدم؟ اصلا الكربوهيدرات المحيه اللي غتعطي فرصه للعضله انها تخدم بواحد الصفه اللي جميله، واحد الصفه اللي في واحد لونفيرونمون اللي سان، في واحد البيئه اللي جيده. فهنا كتوقف، شنو كطيح في ديبرسيون، كترجع تاكل كفس من الاول، وكترجع تغير اكثر من الاول، وكترجع يعني تربح واحد النسبه ديال الدهون اكثر، واللي كتكون مقاومه اكثر. فهذا هو الخساره الوزن. يعني فاش كنهضروا غير على خساره الوزن واللي كيكون الطريقه ديالها هو انني كناكل واحد الماكله ما بدلتهاش ولكن غير نقصت منها تقريبا كل شيء، فهنا كتوصل لواحد خساره ديال الوزن بدون خساره ديال الدهون. دابا نجيو في المقابل، الا بغيت نخسر دهون شنو هي المزايا في انني نخسر دهون؟ المزايا في انك تخسر دهون انه اولا الجسم باش يخسر دهون، وفاش كيدخل في واحد المرحله ديال خساره الدهون كتعطيك علامات كثيره على انه الجسم غادي لواحد المرحله صحيه. علاش؟ لانه فاش كتبدا تخسر دهون، وحنا نشوفوا الطرق اللي تقدر تعلم، فاش كتبدا تخسر دهون دليل على انه الجسم ديالك بدا كيتطهر من السموم، دليل على انه الكبد ديالك بدا كيتطهر، لانه ولا الكبد ما تطهرش وما بداش في واحد المرحله ديال التطهير صعيبه انك تخسر دهون، لان البدايه ديال التكون ديال الدهون كانت فيه، والبدايه زعما ديال مقاومه الانسولين كانت في ديك المراحل الاولى. فلذلك فلما كتبدا تخسر دهون على ما انه الكبد كيتنقى، ان مستويات الاستروجين اللي هو هرمون الانوثه عندك الا كان عالي وكانت عندك دهون كثيره كتبدا تنقص، دليل على انه الهرمونات بدات عندك غادا بواحد الشكل متوازن، ودليل على انه العضله ولات خدامه بواحد الطريقه اللي جيده. وهذا هو اللي يناسب ديك المرحله، انك شفتي بدات الدهون كتنقص تدريجيا، يعني النقص ديال الدهون وفعلا الدهون تدريجيا والحفاظ او الزياده الكتله العضليه، هذا دليل على انك غادي بشكل يعني اللي كيرضيك جسديا، يعني تناسقيا جماليا، واللي كيرضيك حتى صحيا. ما تقولش دابا واحد الانسان كيستعمل هرمونات واش هذه المساله، دابا حنا كنهضروا على انسان غادي طبيعي وكيخسر دهون بصفه يعني بطيئه او متوسطه على المدى الوقت، وغادي وكيخسر دهون. فهذا هو الفارق، ما كيخسرش كتله عضليه، ما غاديش بسرعه، موفر المواد ديال الاكل، موفر كل شيء. وحنا نشرحوا كيفاش تمشي بطريقه صحيه الا باغي تخسر دهون. اول حاجه، اول نقطه هو انه لما نبغي نخسر دهون التركيز ديالي ما خصوش يكون اولا على الوزن الراس، خصو يكون على الوزن والشكل.
فشنو كندير؟ مثلا نفترض انا عندي خاصني 2500 سعره حراريه. اول حاجه خاصني نركز عليها انه اذا كنت انايا المينتونس الحاجيات ديالي الان باش نكون مستقر في الوزن ديالي، باش نكون الشكل اللي انا فيه هو 2500 سعره حراريه، وحنا كنعطيو المثال وانت طبق على راسك. فالديفيسيت اللي غادي ندخل فيه، النقصان ديال السعرات الحراريه اللي غادي ندخل فيها غتكون مثلا غير بواحد 100. يعني انا مثلا الا خاصني 2500 سعره حراريه غادي نمشي فقط ل 2400 سعره حراريه، وهذا 2400 سعره حراريه نعطيها حتى لجوج حتى ل3 الاسابيع، الفتره اللي فيه الجسم انه يتاقلم، الفتره فين انه بدا يفعل داك النقص ديال الدهون ديالو. حنا غنشوفوا نصائح اخرى اللي غادي تفيدك. عاوتاني ملي دوز واحد المدى ديال الاسابيع ديال 2 أو 3 اسابيع نقدر نقص تدريجيا، ولكن غيكون هذا هو المبدا، انه السعرات الحراريه كنقصها بواحد الشكل شبه غير ملاحظ وبواحد الطريقه اللي قليله، لان هذا الشيء غادي يوفر لي انه الجسم يبقى غادي بواحد التوازن، وما يكونش واحد الضمور في الكتله العضليه، وما يكونش يعني واحد الاداء على الجسم اللي يخلي انه يكون واحد الخبطه هرمونيه. فالقاعده الاولى انني لما نكون كنقص سعرات حراريه نقصها بواحد الصفه اللي صغيره بزاف، وما نبقاش نتسنى في الوقت. ما تبقاش تقول انا خاصني نوصل في هاد 3 شهور اللي جاي، في هاد 4 شهور. كل انسان والحاله ديالو. اسمع الكلام اللي نقول لك اللي غيفيدك. انا ما كنقولش كلام، راه كنقول كلام اللي طبقته على راسي سنين، اللي طبقتهم على الكليين سنين، واللي كيعطي نتائج سنين. راه ما كاينش كل الوضعيه ديالو في الدهون. كاين اللي يقدر يحرق في 3 شهور لانه ربما باقي صغير، ربما باقي قادر يحرق، الحرق ديالو عالي. كاين اللي خاصو 6 شهور، كاين اللي خاصو عام، وكاين اللي ربما خاصو حتى اكثر، نظرا للكتله الدهنيه، نظرا لونتيسيدون الماضي ديالو في التغذيه، الماضي ديالو في التدريب، الامراض اللي عانى منها مؤخرا، الكميه ديال الدهون اللي ربح. فلذلك ما تدابش مع الوقت، دابز على انك تخدم، ما تبقاش حاضر راسك، غير سير تدريجيا، ربي غادي يسهل وغادي تخسر دهون، ولكن نقص سعرات تدريجيا وعلى مدى الوقت. هذه النقطه الاولى. ثاني نقطه واللي مهمه بزاف وكتجيني غلط كبير، الا ما كنتيش في واحد الحاله مرضيه اللي ربما الطبيب غادي يقول لك بعد من الكربوهيدرات، ربما خاصك تبعد من الكربوهيدرات في واحد المرحله، او لا ربما عندك واحد يعني الكبد ديالك ولا فيه واحد النسبه ديال الدهون عاليه، وطلب منك الطبيب انه خاصو تبعد تماما الكربوهيدرات باش دير واحد المرحله ديال التطهير، تعتمد ربما على الكيتو على الصيام المتقطع باش يكون واحد التطهير. ما كنتيش في هذه الحالات هذه، كنتي غير مكتسب دهون، فراه من اكبر الاخطاء هو تحيد الكربوهيدرات من التغذيه ديالك. كيفاش كنقول كربوهيدرات؟ كنقول كربوهيدرات اللي مفيده، منها رز بسمتي، منها الشوفان، منها بطاطا عاديه، ربما بطاطا حلوه، منها ابلي. هادو كلهم عناصر اللي ما خاصكش تحيدها. علاش؟ لان الكربوهيدرات هي لا باز ديال انه باش العضلات تبقى غاده في واحد العمل اللي جيد. لان كل ما كتاخذ كربوهيدرات كتحول الجلوكوز اللي هو سكر الدم، من بعد كتجمع سو فورم دو شين لا واحد جلوكوز حدا جلوكوز كيعطيك واحد جليكوجين. هاد الجليكوجين كل غرام كيدخل لك 3 غرام د المياه داخل العضله. فلما انت كتاكل كربوهيدرات كتوفر للعضله واحد كميه د المياه اللي كتولج العضله، اللي كيكون دخول فيها الاحماض الامينيه، المعادن، الفيتامينات، فكتعطي فرصه للعضله فين انها تتطور. هذاك التطور ديالها وهذاك الحرق ديال العضله اللي غتستغلو انت من خلال التدريب ولا يخلي العضله تتطور، غادي يخليك انه يكون عندك واحد النقص في الدهون. فهنا كتمشي في جوج عوامل ايجابيه، انه كتبني كتله عضليه اولا كتحافظ عليها على الاقل، وكتخسر الكتله الدهنيه. مع الوقت نبدا نقص داك الكربوهيدرات تدريجيا، ولكن خاص الكربوهيدرات تشكل ما بين 35 حتى 45% من المجموع ديال الماكله ديالي. لان الا ما كانتش الطاقه وما كانش واحد الولوج داخل العضله وما كانش عمل ديال العضله، راه ما غتلاحظش فارق. لانه من بعد انت داك النقص اللي غادي تعتمدو مناش غتنقص من هاد الكربوهيدرات تدريجيا على مدى الوقت، غتنقص واحد النسبه معينه اللي تكون ضعيفه. ها لما كتنقص من هذيك الطاقه، وهاد الطاقه اللي غتنقص من الكربوهيدرات تقدر تكون هي المرادفه ديك السعرات الحراريه اللي كتنقص انت، غادي تخلي انه الجسم بما انه الطاقه غادا كتنقص غادي يمشي بويزي في الدهون ديالك، غادي يمشي بدا ياكل من الدهون. ولا فات انك انت غادي بشويه وانه غادي بواحد التوازن كيخلي انه يكون واحد يعني واحد التركيز على انه ياكل من الدهون ديالك في داك شويه ديال الطاقه اللي كتنقص. كون زربتيه ودرتي بحال في الحاله الاولى وبقيتي كترفع يعني كتنقص الماكله وكتنقص الكربوهيدرات بصفه كبيره، غيولي بويزي في العضلات ديالك، لان لا مارج ديال الحاجيات ديالو كبيره وما كاينش لاش يحافظوا على عضلات اللي كتطلب طاقه وهو الطاقه اصلا عنده فيها نقص. وهذا من باب التبسيط، الماده العلميه راه دائما اعمق. حنا كنحاولوا نبسطوا الامور، يعني نخلي الكربوهيدرات تشكل واحد 40% من التغذيه ديالي، ولكن كربوهيدرات ذات نوعيه جيده اللي ما تخليش انه الانسولين يبقى عندي بواحد الصفه عاليه كبيره. يكون الانسولين كترفع الانسولين بصفات ضعيفه الى متوسطه. علاش؟ لانه الانسولين راه دوره اساسي، ولو حنا كنحاربوا مقاومه الانسولين كنبغيو نمشيو لحساسيه الانسولين وانه العلو ديالو بواحد الصفه كبيره، هذاك ديفو انت درتيه في التغذيه ديالك سابقا.
اما هو الانسولين راه دوره اساسي باش يكون واحد الولوج للتغذيه داخل الكتله داخل العضله ديالك، ولكن خاصو يكون من مصادر اللي تعتمد فيها كربوهيدرات اللي جيده، اللي مع هذا الوقت غتخلي انه الجسم يرجع لديك الحساسيه الانسولين الا وفرتي العوامل كامله. النقطه الثالثه واللي خاصك تحرص عليها بزاف واللي هي خاصها تكون من الاولويات ديالك هي طهاره الكبد ديالك. راه سبق لي درت فيديو كامل وشامل على هذه المساله، تقدر ترجع ليه، ولكن من باب التلخيص اولا خاصك تعطي فرصه للكبد، تعطيه لونفيرونمون اللي مهم، يعني تعطيه البيئه. اول حاجه البيئه، الا فيها سكريات كتاكلها انسى، والكبد ديالك وديجا عندك دهون، يعني الكبد هو فيه دهون، راه واخا دير اللي درتي الكبد ما غيتحسنش. اول حاجه نسى عليه السكر الابيض، نسى عليه الحلوى، نسى عليه مناضات، ركز في هاد الكربوهيدرات اللي قلنا. ومن بعد ملي توفر هاد الظروف هذه تقدر دير اضافات، يعني اللي غادي تكون في التغذيه ديالك، اللي تقدر دير بحال الشاردون ماغي غادي يكون مثلا مهم، تقدر تعتمد التودكا غادي تكون مهمه، تقدر تعتمد يعني الباربه تقدر تكون مهمه. هذه كلها اشياء. الثومه جد اساسيه، لان الثومه فيها واحد النسبه مهمه للكبريت، والكبريت مع الفيتامين بي 6 كيدخلوا في التكوين ديال واحد الماده، واحد لونتي اوكسيدون اللي سميتو الجلوتاثيون، اللي هو مطهر جد مهم للكبد. هذا جد مهم، فلذلك الكبريت سواء في البصله سواء في الثومه غادي يكون جد مساعد. يعني هادشي كامل هاي مواد طبيعيه تقدر انت تستعملها. ابري نمشيو اللي ما قدرتيش وبغيتي تستعمل مكملات تقدر تاخذ شاردون ماري كمكملات، ولكن انا كنقول اول حاجه بدا بالثوم، بدا بالبصل، بدا بالباربه، بدا بهاد الاشياء اللي تقدر تعاونك في التطهير ديال الكبد. ولكن الا جيتي بديتي كتاكل السكر من بعد راه كتكذب على راسك، راه بحال لا بديتي كتطفي في العافيه حتى بدات كتطفى ولحتي على ليسونس، راه بهذا المعنى هذا. يعني هذا راه شرط، لان الكبد ملي غادي يطهر غادي يولي مستويات يعني الطرد ديالو الاستروجين كتعلى، يعني الاستروجين الاضافي غيولي الموازنه ديال الكورتيزول بواحد الطريقه اللي جيده، هرمون ديال ستريس. فهنا غيبدا واحد التحسن او نيفو الجسد والعوامل كثيره. حنا دابا كنلخصوا، راك تقدر فيديو كامل على الكبد فيه شرح شامل وحتى كيفاش تستعمل والمواد اللي تستعمل لا باس. واضح؟ يعني هذه هي النقطه الثالثه. النقطه الرابعه بيان سور غتحضر بروتينات، بيان سور البروتين غيكون في كل وجبه. انا ما ندخلش معك في التفاصيل، سبق لي درت فيديوهات ديال النظام ديال التغذيه اليوم كنعطيك بالتلخيص. ضروري تدخل مصادر ديال البروتين في التغذيه ديالك، ولكن اهم عامل من العوامل اللي ما تغفلش عليه خصوصا في لاصيش فاش كتبغي طيح وهذه ربما ما كتكونش عندك واحد الولوج ديال لي فروي في الماكله بزاف، فاعتمد مصادر ديال الخضار باش تحضر واحد المعادن وفيتامينات. اكيد تحضر معادن وفيتامينات حتى في البروتينات، ولكن الخضار غادي يكون واحد المصدر اللي اساسي جدا. وحاول تنوع المصادر ديالك، وضروري تخلي واحد المصادر اللون ديالها اخضر، لان ضروري خص يكون عندك بوتاسيوم بصفه كبيره، وضروري خاص يكون عندك صوديوم مغنيسيوم كاع الفيتامينات والمعادن، ولكن خصوصا الالكترولايت اللي يخليو انه كتقدر يعني يكون واحد الولوج المياه داخل العضله، واحد التوازن ما بين المياه الخارجيه والداخليه، وواحد الامساك بديك المياه اللي انت كتدخل من الكرب داخل العضله باش تكون استفاده. فراه هذا امر جد مهم. راه الا غادي تدخل واحد البروغرام وما غاديش تكون فيه واحد الخضره بشتى انواعها، بيان سور كاين واحد الاستثناءات، حنا كنحاولوا دابا نمشيو بتبسيط ويكون واحد المصادر اللي لونها اخضر، راه ما غاديش يكون واحد التحسن اللي كبير. يعني هذه من العوامل الاساسيه. النقطه الخامسه خاص كذلك يكون التدريب، لانه الا ما كنتيش كتريني في لاصال وكتدخل هذه المصادر ديال الطاقه، فحنا علاش كنتريو في لاصال من الاصل هو انه العضله يكون عليها واحد الضغط، ولما تبغي انه تحسن من راسها وتطلع يعني في السعه ديال الالياف ديالها، وانه يكون فيها واحد الحرق عالي، تستعمل ديك المواد اللي كناكلوا حنا في التغذيه. يعني لو كان التدريب ديالك ضعيف او ما كنتيش كتريني في لاصال، فالاستعانه والتدمير ديال خليه العضله والتجديد ديالها والتطور ديالها اللي كيسمح لنا اننا يكون عندنا واحد الحرق عالي ما غاديش يكون موفر. فلذلك التدريب في لاصال مينيموم واحد 3 ايام في الاسبوع، قدرتي حتى 5 ايام مزيان، مي يكون عندك واحد لو مينيموم ديال 3 ايام الا ما قدرتيش كاع، باش تعطي فرصه للعضله في التطور، تعطي فرصه للحرق يكون اعلى. هذا من باب التبسيط. النقطه السادسه هو ضروري يكون عندك الكارديو. فاش كنقول الكارديو راه ما بين الاشياء اللي كتكون سيف ذو حدين هي الكارديو. الكارديو ما خاصوش يكون دائما وما خاصوش يكون لمده طويله. انت ماشي عداء، انت كتستعمل الكارديو باش تزيد مستوى استعمال الاكسجين داخل العضله، باش تزيد يعني خفض مستوى المقاومه الانسولين، تمشي لحساسيه الانسولين على مدى الوقت. فلذلك الكارديو ديالك خاصو يكون بذكاء، تعتمدوا المهم هذا خاص يكون متبع معك شخص باش يعطيك بالضبط، لان خاصو معلومات، مي حنا نخليو ما بين 2 حتى 4 المرات في الاسبوع، تكون واحد ساعه ما بين 15 دقيقه حتى نص ساعه، وتكون بواحد الريتم اللي ما يكونش عالي بزاف وواحد الريتم اللي ما يكونش هابط بزاف. هذا من باب التبسيط للناس. الا كان تبع معك شي شخص راه يعطيك بالضبط ويعطيك بالشرح. كنتي من الناس العامه فاو موان انت قدامك معلومات اللي تقدر تستعمل، لان الكارديو هنا غادي يساعدنا بواحد الشكل كبير في خفض مستويات الحساسيه الانسولين على الوقت. وسبق لي يدير فيديو على الكارديو كامل شامل في مرحله التنشيف والتضخيم، غتلقاه في القناه الا بغيتي تاخذ تفاصيل اكثر.
هنايا او موان اذا مشيتي بهاد العوامل هذه، وحنا غادي نجيو ان شاء الله فيديو ديال التنشيف، غادي ندير لك فيه بروغرام ديال التغذيه، غنعطيك عوامل المساعده اللي كتزيد في الحرق ديالك وترفع المستويات من المواد الطبيعيه. ما نقدرش ندير هادشي كامل في فيديو واحد، راه تبارك الله حنا داخلين في 20 دقيقه، فنحاول غير نبسط لك. فلذلك غادي يجيو فيديوهات اللي تكون مساعده اكثر وبتفاصيل اكثر. من اليوم عطيتك الفرق ما بين انه تمشي تحيد الماكله بصفه كبيره وتشيل واحد النقصان ديال الوزن اللي يدمرك، وما بين انه تمشي تدريجيا وتخسر دهون. راه فارق كبير. راه باش تخسر غير الوزن تقدر غير تنقص من الماكله وتبقى تاكل اللي بغيتي وتبقى عندك حاله صحيه، مقاومه الانسولين طالعه، راه استروجين عالي وخا طيحتي الوزن. بينما لما كتمشي في واحد المرحله ديال خفض الدهون بواحد الصوره اللي شويه وكتمشي بشويه ليك، فهنا انت عندك ضمان على انه غيكون عندك مستوى التستوستيرون في تحسن، مستوى الاستروجين اللي كان عالي ينخفض، كذلك مستويات ديال مقاومه الانسولين تقدر تنخفض لانك تمشي الحساسيه ديال الانسولين. يعني كتنجح من ناحيه ديال خفض الدهون، وكتنجح من ناحيه الصحيه، وكتنجح حتى من ناحيه النفسيه، لان هادشي غيكون عنده انعكاس على النفسيه ديالك. فاليوم حاول نبسط لك الامور الى اقصى درجه. كنتي باغي اي شيء مجاني فالقناه ما عليك الا تدخل غتلقى فيديوهات اللي غتفيدك وبشكل مباشر. كنتي بغيتي تولي من الزبائن ان شاء الله الف مرحبا. اذا كانت الامكانيه نخدموا بجوج، راسلني فقط على الايميل ديالي. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش انكم تلايكوا وتبارطاجيوه. انا غادي نحاول نرجع ندير لكم فيديو كل سيمانه من هنا لقدام باش تكون واحد الاستفاده ان شاء الله على مواضيع اللي كثيره. اي حاجه موضوع تخليو لي في الاسئله باش كندخلها في الفيديو جايين. تحياتي خالصه لكم، السلام عليكم.